تجهيز دورة الفراخ الجديدة زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بننضف يا جماعة الأوضة خالص بنرشها بالجير المطفي واللمبة تحت اهي، وزي ما انتم شايفين دي كده المرحلة الأولى. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة معانا اهو بنحط نشارة خشب. طبعا هنا النشارة أفضل من التبن والقش والكلام ده، لأنها ايه بتبقى حلوة في شرب الايه الوساخة بتاعتهم وكده، ما بتعملهمش رطوبة. بنفرش بقى طبقة نشارة اهو بعد ما فرشنا الجير المطفي. تمام. طبعا احنا هنا بنجهز ايه، مش الأوضة كلها، احنا بنجهز الأول الشويه اللي هم ايه على قد الكتاكيت الصغيره في التحضير. واحده واحده بقى بتبدا انك انت بعد كده تكبر وتوسع وتفرش بقيه الاوضه كلها. تمام. يعني بناخدها كده خطوه بخطوه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. احنا بقى بعد كده المرحله اللي بعد كده بدانا ان احنا نعمل تقفيله كده او تحويطه زي ما انتم شايفين اهو. تمام. التحويطه ديت ليه بقى؟ احنا في البدايه طبعا بيبقى كتاكيت صغيره ما بتحتاجش منك حجم كبير او مكان كبير. ده كده بيكون التحضير بتاعه. هنحط هنا الكتاكيت والاكل والشرب بتاعهم واحده واحده كده. بعد ايه 10 ايام ولا حاجه هنيجوا موسعين لهم في الحته دي كلها. هنيجوا واخدين بقى الحاجز ده جايبينه مع الحاجز ده كده بالطول، وياخدوا الحته دي كلها شويه شويه. كمان ترجع بقى بعد كده تبدا تعمل ايه، تبدا بعد كده انك انت تفرش بقى باقي الارض وباقي الاوضه بالجير المطفي ونشاره الخشب الخشنه اللي احنا جايبينها. تفرش باقي الاوضه كلها وبعد كده توسع لهم شويه بشويه. يعني بدل ما يبقى بالمنظر ده كده هنا، لا هتيجي جاي مثلا كده سايب شويه كمان وتيجي فارش وتيجي موسع بالشكل ده لحد هنا مثلا. يبقى كده اخدوا نص الاوضه. لما حجمهم يكبر شويه كمان وتحس ان هم حجمهم عاوز يتوسع له، تيجي شايل الحواجز ديت وتيجي فارش الاوضه كلها. وطبعا الكلام ده كله احنا هنغطيه لحضراتكم خطوه بخطوه. دي كده المرحله الاولى. دي كده يا جماعه التحصينه اللي احنا بنديها للكتاكيت. طبعا التحصينه دي بتتجاب من الدكتور البيطري. تمام. وبيديك كمان معاها فيتامين أ د 3 اهي، ده ممتاز جدا. طبعا دي بتكون مكملات غذائيه للعصافير للكتاكيت وهم صغيرين. تمام. في الدوره كلها احنا بنقدم 3 تحصينات للفراخ على اعمار مختلفه. ده كده العمر رقم اللي هو عمر يوم بياخد التحصينه دي. بتكون نص معلقه شاي على 1 لتر من الميه. وبعد كده بنحط لهم برضو فيتامين أ د 3 اهي. واحنا هنمشي مع بعض ان شاء الله خطوه بخطوه. نيجي بعد كده الاكل بتاعهم. الاكل ده يا جماعه طبعا ده علف بادي 23% بروتين سوبر، شبكه نظيفه بالناعم. طبعا لو حتى عندكم كميه كبيره ما تحطوش اكل بكميات كبيره، لان طبعا الكتكوت وهو صغير معدته صغيره وما بياكلش كتير. تمام. نبص بقى بصه كده على الكتاكيت احنا لسه جايبينها اهي. ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اهمت. تمام. ماشي. ان شاء الله هنحطهم بقى دلوقتي ونظبط الدنيا كده ونوريكم الايه الحاجه في الاخر. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، احنا كده حطيناهم اهوت. تمام. وطبعا زي ما انتم شايفين كميات الاكل بتكون بسيطه يا جماعه. كتكوت لسه صغير عمر يوم، فكميه الاكل عنده تكون بسيطه. ماشي. وسقايه الميه اهيت نص لتر ميه، وعليها التحصينه اللي انا وريتها لكم البودره، وعليها فيتامين أ د 3 اهي. ده كده استقبال الكتكوت بالنسبه لايه لاول يوم اهو. ان شاء الله بقى الفيديوهات الجايه بقى نتابع مع بعض باقي الدوره ان شاء الله اهو. في مكان صغير كده كتحضين بس في الاول. واحده واحده بقى بنوسع له.